السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بتابعوني. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم وصفة كالعادة، وصفة ولا اروع ما شاء الله. يعني وصفة هذه عن جد تستحق التجربة. خبز التورتيلا يعني اللي بتشتروه من برا راح تعملوه في البيت يعني بطريقة مميزة وناجحة 100%. يعني والله لما تجربوا الوصفة هذه مش راح تحتاجوا تشتروه من برا. يعني بكيلو طحين راح تعملوا كمية وفيرة وتحطوه عندكم في البيت في الفريزر، وشو ما بدكم سندويشات بتحشوا فيه، يعني تعملوا تاكوس او سندويشات شاورما. راح نخليكم نروحوا لطريقة التحضير. الحين راح نحط طبعا كيلو طحين. انا عندي كيلو طحين طبعا من النوع الجيد. دائما الطحين لما بدنا نستعمل الشغلات هاي نحطوا طحين يكون نوع جيد. عندي معلقة صغيرة تقريبا 20 جرام ملح. عندي معلقتين كبار مليانات سكر. عندي 15 جرام خميرة الحلويات. طبعا الخبز هذا ما فيش فيه خميرة الخبز، فيه خميرة الحلويات. عندي علبة ياقورت طبيعي اللي هي علبة زبادي. في ناس من كتير يعني ناس معنا من مصر من برا. الياقورت الطبيعي هو اللبن الطبيعي. الحين حطيت 550 ملي حليب. طبعا هذا الحليب راح نضل نحط شوي شوي ونلم الطحين. بعد ما نشوف العجينة التمت معنا شوي راح نحط لها 60 جرام زبدة، يعني حوالي تقريبا معلقتين كبار، ونعجنهم مليح مليح. طبعا بالعجينة تقريبا 7 دقائق. يعني لما تصير معنا العجينة بالشكل هذا، يعني شوفوا كيف العجينة هذه مش طرية ومشي جامدة كتير، يعني عجينتها ماسكة حالها، مش زي ما متعودة نقولكم عجينة الفطير لازم تكون طرية. لا، هذه العجينة متماسكة. شوفوا كيف ما هيش طرية على اساس تساعدكم في الخبز هذا. طبعا هذا كيلو طحين، شوفوا ما شاء الله هذا هو القوام بتاعها. راح نعملهم هيك زي رول على اساس نشكلها يعني بالشكل هذا. راح نشوفوا كيف ما تتلصقش معنا العجينة حلوة كتير. راح نقطعها عينك ميزانك، او مثلا تقطعوهم 50 من 50 ل 60 جرام. الحين هذا الميزان تاع العجينة طبعا انت والصاج او المقلة اللي راح تطيبي فيها عندك في البيت. اذا كان عندك صاج كبير حط القطعة كبيرة حتى ل 80 جرام، واذا كان عندك الصاج صغير حطيهم من 50 ل 60. يعني انا اللي عندي المقلة بصراحة مش كبيرة، حطيتهم تقريبا 60 جرام. الحين راح نقطع هذه العجينة كلها طبعا ونحطها هيك على جنب، ودائما هيك ننظم شغلنا على اساس شغلنا يكون دائما مرتب. نقطع العجينة هذه كلها ونحطها هيك على جنب ونخليها تقريبا 5 دقائق ترتاح. في الفترة هذه أنا نكون جبت طبعا مقلة وحطيتها على الغاز على نار هادية، يعني هادية على الآخر. راح نحط جمع طبعا على طاولة التقديم. راح نحط شوية طحين ونجيب هيك الرغيف ونضلنا يعني نفتحه، نحله بالحلال أو بالشوبك زي ما انتم شايفين هيك. راح يكون يعني رقيق كثير، يعني نقوله تقريبا من 1 ل 2 سنتي. يعني مش راح تكون خميلة. يعني لما نرفع الرغيف شوفوا كيف بتكون هيك الشفافية فيه، بيكون شفاف بالشكل هذا. ونحاول يعني الرغيف لما نمده نحاول نخليه دائري، يعني ما يكونش رايح يمين وشمال. شوفوا كيف يعني على قيس المقلة الدائرة تبعته راح تكون على قيس المقلة تبعتي. المقلة أنا تبعتي مش كبيرة كتير. عندي هذه الدائرة تاعت الخشب، هذه معروفة عندنا احنا بالجزائر للخبز فطير، طبعا على اساس انه يتحمر كله مستوى بعض. الحين انا حطيت هذه ونحاول يعني هيك نعملها تحت الخشب هذه من فوق. نحاول يعني نخليه ما ينفشش كتير، ما يتنفخش كتير. شوفوا كيف من بعد ما يعني ستويت الكمية كلها شوفوا كيف طلع، والله ما شاء الله. يعني بصراحة الصورة بتعبر عن نفسها. يعني من اليوم مش راح تشتروا خبز التورتيلا، طبعا متوفر برا، بس والله لما تعجني يعني شغلة بإيدك وتحطيها تقدميها لعيلتك ولا لضيوفك عن جد يعني تنبسطي في حالك، يعني تطلع يعني النتيجة 100% وحاجة نظيفة وتكوني يعني اشتغلتيها بإيدك. ما شاء الله شوفوا كيف الصورة بتعبر عن نفسها عن جد. يعني عمل لي كمية كتير مليحة. يعني أنا من بعد ما عملته هيك نحط مثلا كل 10 أو 15 على حسب ما تجبدوا أنتوا يعني تستعملوه في البيت. بتلفوه مليح في كيس بلاستيك، وبعدين من الغاز على طول بتحطوه ببشكير وبكيس نايلون. إن شاء الله طريقتي لليوم تجربوها وتنجحوا فيها. وما ضلني غير نقولكم تلاقى في فيديو